وعايزه اقول لكم المنتجات دي في التنظيف هي المنقذ الوحيد اللي بيخلي ريحه الشقه حلوه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. في الاول خالص حابه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، العيد خلاص قرب، واكيد كلنا عارفين ان تجهيزات العيد حاجه مقدسه عند كل بيت مصري. بس لما تكوني متجوزه جديد اول عيد في بيتك بيكون ليه احساس مختلف تماما. يعني قبل كده كلنا متعودين ان ماما هي اللي بتشيل المسؤوليه الكبيره واحنا بس يا دوب بنساعدها في حاجات بسيطه. انما دلوقتي الوضع اتغير، احنا اللي علينا ان احنا نرتب البيت وننضفه ونخليه جاهز للعيد، وكل ده طبعا لوحدنا. فالموضوع ممكن يكون متعب شوية بس في نفس الوقت ليه متعة كده بطعم تاني. انا بصراحة كنت متخيلة ان الموضوع هيكون اسهل من كده، خصوصا ان الشقة لسه جديدة وكل حاجة لسه فيها جديدة وكل حاجة نظيفة. بس لقيت نفسي لازم ألمع وارتب واحس بدخلة العيد عليا في البيت. يعني لو كل حاجة شكلها نظيف، برضو التنظيف قبل العيد حاجة اساسية عندي وعند كل البيوت طبعا. وطبعا لما فكرت ابدا لقيت الحاجات حواليا كتير قوي، مش عارفه ابدا منين. بس مع الوقت لقيت ان الموضوع ممكن يكون سهل لو انا قسمته على ايام وركزت على الحاجات اللي فعلا محتاجه تنظيف وفعلا لو نظفتها هتفرق في شكل الشقه. اول حاجه طبعا بدات بيها وهي المطبخ، وانتوا عارفين المطبخ قد ايه اكتر حاجه بتاخد وقت وبتاخد مجهود وبنتعب فيها جدا جدا جدا، مع ان احنا ايدينا فيه طول الوقت، بس برضو بتلاقي حاجات محتاجه تنظيف. انا بالنسبه لي ما بحبش اي حاجه تتراكم عليا. يعني مثلا لو لقيت البوتاجاز مثلا متوسخ بغسله على طول، التلاجة مثلا فيها شويه دهون ولا فيها حاجه اتوسخت ولا حاجه اتدلقت بقوم غسلها على طول، بحيث ان الحاجه ما تتراكمش عليا. يعني بغسل اول باول. بس طبعا دخلة العيد لازم اغسل غسله عميقه عشان احس بدخلة العيد عليا، واحس كمان ان كل حاجه نظيفه. اول حاجه بدات بيها وهي التلاجة. انا من فتره كنت ماسحه فوق التلاجة ورتبتها وظبطتها، فانتي لو ما كنتش عامله كده ففوق التلاجة لو حط عليه حاجات نضفيها ومسحيها ورتبي وشيل الحاجات اللي عايزه تترمي، وشيل الحاجات اللي انت مش بتستخدميها في المطبخ حطيها تحت السرير في اوضه الاطفال. يعني خففي الدنيا في المطبخ شويه بحيث ان الدنيا تبقى مترتبه. وبعد كده فتحت التلاجة وبدات بقى اغسل الرفوف واطلع الحاجات البايظه اللي في التلاجة، وبدات ادعبس فيها بقى واشيل السليم وارمي اللي محتاج يترمي. وطلعت طبعا الرفوف خالص من التلاجة غسلتها، عشان ساعات بيكون في بقع او دهون او حاجه مدلوقه او ريحه اكل متخزنه من غير ما نحس، فاساس ان احنا نغسل ارفف التلاجة كويس. وهنا بقى انا استخدمت لمسح التلاجة من جوه. استخدمت بقى للتلاجة من جوه؟ استخدمت اوكسي جل عليه ميه دافيه وعليه شويه خل. هو ده اوكسي اللي انا استخدمته، هو اوكسي جل. الكيس ده حوالي ب 15 جنيه. ريحته فظيعه وبيخلي التلاجة ريحتها تحفه تحفه تحفه، بتفتحيها تشمي كده ريحه نظافه. حقيقي بستخدمه على كل حاجه، فاستخدموه مع ميه دافيه وشويه خل وصدقوني هتدعولي. وبعد كده دخلت غسلت الفرن والبوتاجاز، رغم انهم نضاف وانا ايدي فعلا على طول فيهم، بس لازم يكونوا بيلمعوا، وهو اكتر حاجه بتشد انظار اي حد بيدخل المطبخ. وعايزه اقول لكم استخدمت للبوتاجاز والفرن بيكربونات الصوديوم مع ميه دافيه وشويه صابون مواعين وشويه خل، بيشيلوا اي دهون متراكمه على البوتاجاز. الخلطه دي للبوتاجاز سحر وللفرن سحر، بتشيل اي دهون، بتشيل اي بقع من غير ما تتعبي بقى وتقعدي تتعكي بالسلكه. مجرد ما حطيتيهم وسبتيهم شويه هيبقى الدنيا كلها زي الفل. وبعد ما خلصت التلاجة والبوتاجاز والفرن دخلت على الشفاط. انا كنت في نص رمضان منزله الشفاط، غسلته غسله كامله. بس الشفاط برضو اكتر حاجه بتشد الانظار، لانه اكتر حاجه بتلم دهون وبتلم بكتيريا وبتعمل حاجات سودة كده على الريش، فده لازم يبقى ايدينا فيها على طول. غسلته برضو بالخليط اللي هو بتاع اوكسي وخل وميه دافيه، بيخلي اي حاجه فيها دهون تروح في ثانيه. وكمان ما تنسوش سجاد المطبخ، لان ده اكتر حاجه بيدلق عليها دهون وبيقع عليها وميه وبيقع عليها صلصه وبيقع عليها كل حاجه. فانا عملت مليت البانيو بتاعي ميه سخنه وحطيت فيه السجاد على شويه مسحوق وشويه خل وشويه اوكسي، بيخلوا ريحه السجاد تحفه. وهتدعكيها دعكه خفيفه خالص خالص خالص، السجاد هيرجع جديد. وبكده نكون خلصنا خلاص المطبخ بتاعنا. نضفنا التلاجة، نضفنا الفرن والبوتاجاز،
نضفنا الشفاط. لو عندك مايكرويف طبعا دي اسهل حاجه، بتطلعي الحاجات اللي في الميكرويف الطبق تغسليه وتنشفيه وترجعيه مكانه. الظرف بتاعه المطبخ بتاعتك لو فيها اي حاجه وسخه بتمسحيها بسرعه برضو بالخليط بتاع اوكسي، ميه دافيه، شويه خل. ممكن تلمعيه من بره وممكن تلمعيه عادي من جوه لو هو محتاج تنظيف. لكن الحاجات دي بالنسبه لينا لاول سنه جواز بتبقى حاجات لسه جديده، فمش بتبقى محتاجه غسيل كتير. بعد ما خلصنا المطبخ بتاعنا وبعد ما خلصنا اكبر مجهود عملناه، هندخل بقى على باقي الشقه. المفروض نعمل ايه بقى في الشقه؟ اول حاجه ان انتي تكنسي السجاد بتاعك كويس جدا جدا جدا، وتبصي فيه لو في اي بقعه بسيطه بشويه اوكسي تحطيهم وتفركيهم باي قماشه. مش لازم بقى نحطهم في ميه ونغسلهم، احنا المفروض اول سنه جواز فالسجاد بتاعنا لسه جديد، فما نهلكوش في غسيل وصافو والكلام ده، لسه السجاد جديد ما حصلش فيه هرس كتير. فلو في اي بقعه بسيطه ممكن تحطي عليها شويه مسحوق، شويه اوكسي، تحطيها على البقعه وتفركي بقماشه وخلاص على كده. وبعد كده نخش على الشبابيك. انا شقتي طله كلها طبعا على الشارع، فالشبابيك بتلم تراب بشكل مش طبيعي، فانا طبعا ايديا بتبقى فيها على طول، بكنسها على طول بالمكنسه، وبلمع الازاز برضو باوكسي وخل وميه دافيه، بلمع بيها بس الازاز عشان يكون منور. فانت برضو اعملي كده. لو الشباك بتاعك فيه تراب هاتي المكنسه، هاتي الفرش الصغيره اللي بتيجي مع المكنسه وشفطي منها التراب، وبعد كده بحته مبلوله امسحي بس الازاز. وبعد كده طبعا لمعت العفش كله، السفره، الشفونيره، الجزامه، لمعتهم برضو بنفس المسحوق بتاعي اللي هو اوكسي، ميه دافيه وخل. عايزه اقول لكم يا جماعه انا مش بستغنى عن الخليط ده خالص، بينظف كل حاجه بسهوله من غير ما اتعب نفسي، من غير ما اقعد افرك، يا دوب بس بمسح مسحه بيخلي الدنيا زي الفل. والمفارش برضو بتاعت الشقه كلها لازم تتجمع وتتغسل، عشان المفارش اكتر حاجه لما بتتغسل بتدي ريحه حلوه كده وريحه منعشه في الشقه. والانتريه بتاعك او الركنه او كراسي السفره بتاعتك لو فيها برضو اي بقعه بتجيبي حته قماشه بالاوكسي او بالمسحوق وبشويه ميه دافيه تمسحي البقع بس اللي موجوده على الانتريه. يعني مش لازم تمسحي الانتريه كله، لان يعني هو لسه جديد ما حصلش عليه هرس كتير فمش متوسخ. وكمان عايزه اقول لكم الغسل الكتير في العفش وفي السجاد وفي الحاجات دي بتخلي الحاجه تدوب بسرعه وتترمي. بعد طبعا كنسنا الشقه بتاعتنا كلها وشلنا السجاجيد وخلاص بقى داخلين على المس، بستخدم معطر ارضيات، وهم لازم اقول لكم عليه، بستخدم معطر ارضيات بتاع فريده اللي هو بريحه النظافه. عايزه اقول لكم يا جماعه انا لو قعدت اقول لكم من هنا لبكره خطير مش هتصدقوا. انا مش بستغنى عنه خالص خالص خالص، بستخدمه كمعطر للجو، بستخدمه معطر ارضيات، بستخدمه في كل حاجه، بيخلي ريحه الشقه ريحه شامبو، ريحه نظافه، تحس ان الشقه لسه مستحميه. فطبعا بتبداي تظبطي ميه اللي هتمسحي بيها، بتحطي شويه ميه شويه صوفو وتحطي عليها كوبايه من فريده. عايزه اقول لكم الارض هتبقى بتتنفس، هتشموا ريحه وبتفضل ثابته لوقت طويل جدا. وده سعره من 40 ل 45، في ناس بتبيعه ب 40 في ناس بتبيعه ب 45، بس بصراحه خطير. والازازه كبيره، وبستخدمها في معطر الجو وبستخدمها كمان في الارضيات. وحاجه كمان بستخدمها لو انا ما عنديش اوكسي وما عنديش فريده، البريكس ده تحفه، بينفع برده في اي حاجه. ممكن تحطيه في الميه اللي هتمسحي بيها، ممكن تمسحي بيها التلاجة بتاعتك من جوه والشفاط والبوتاجاز، برده بيدي ريحه حلوه قوي وبيثبت فتره طويله. وممكن كمان تستخدميه لو في بقع في الانتريه ممكن تحطيه بدل الاوكسي. والكيس ده سعره حوالي 15 جنيه بس حقيقي تحفه تحفه، مش هتستغنوا عنه لو جربتوه. وعايزه اقول لكم المنتجات دي في التنظيف هي المنقذ الوحيد اللي بيخلي ريحه الشقه حلوه. وكمان للناس اللي بتمسح وبتشم احيانا ريحه زفاره في الارض، فاي منتج في المنتجات دي سواء بريكس سواء اوكسي سواء فريده، لو حطيتي منها نقطه بسيطه جدا هتشيل ريحه الزفاره دي من السيراميك نهائي. وعايزه اقول لكم حاجه كمان انا بعملها، ما بقتش بشتري معطر الجو بتاع فريده لانه بصراحه بقى سعره غالي على الفاضي وريحته ما بقتش تثبت، وكمان قللوا قوي العبوه، يعني الازازه بقت قليله جدا. فبقيت استخدم طبعا اللي هو فريده بريحه النظافه، بحطه في الازازه بتاعه المعطر وبحط شويه ميه فيه وبرش بقى على الستاير وعلى الركنه بتاعتي وعلى الانتريه وعلى السفره، برش على كل حاجه، الريحه بتفضل ثابته فيهم جدا. وعايزه اقول لكم حاجه كمان انا بستخدمها من ساعه ما اتجوزت، وهي ان انا بجيب كرات قطن، يعني بجيب كيس قطن بجمع كوره وبحطها في ورق سلوفانه وبخرم ورق السلوفانه وبغرق طبعا الكوره بتاعت القطن دي بزيت عطري، وبعدين بلفها بورق سلوفانه واخرم السلوفانه كده،
واحطها في الدواليب بتاعتي، وبحطها في دواليب الاطفال وبين البطاطين وبين المخدات. بتعمل ريحه فظيعه، في ريحه طالعه تفتحي الدولاب تشمي ريحه حلوه، تقعدي على الانتري بتاعك تشمي ريحه حلوه. فالموضوع ده حلو قوي قوي، جربوه مش هتندموا. وكمان بالنسبه للناس اللي هي عندها حساسيه ومش بتحب اللي هو المعطر الجو، لان في ناس كتير قوي بيجيلها حساسيه من معطر الجو ما بتحبوش، وبتبقى عايزه برضو ريحه الشقه تبقى حلوه. احيانا لما معطر الجو بتاعي بيخلص بجيب قشر برتقال مع كام عود كده قرنفل بشويه ميه صغيرين قوي، واحطه على النار واسيبه يغلي لحد ما يطلع البخار بتاعه. وبمشي بقى بالحله دي بلف بيها كده في الشقه لحد ما اخلي الشقه كلها ريحه حلوه. الريحه دي برضو بتبقى حلوه قوي وبتهدي الاعصاب وبتحسسك كده بانتعاش وبتديكي طاقه. وبعد ما تخلصوا كل ده هتحسوا بفرق رهيب جدا جدا. انا الحمد لله خلصت، سبقتكم خلصت التنظيف بتاعي. الموضوع طبعا كان متعب، بس الاحساس اللي هيجيلك بعد ما تخلصي البيت وتقعدي بقى وتشمي ريحه النظافه وتلاقي البيت مترتب قدامك، هتحسي ان انت مبسوطه بجد. احساس مفيش اجمل منه. هتحسي ان انت كمان عملتي انجاز بعد ما كنتي بتساعدي مامتك، لا بقيتي انت اللي بتعملي كل الحاجات دي، وتلاقي الشقه كلها انت اللي نظفتيها وانت اللي خليتيها بالمنظر ده. هتحسي ان انت فخوره بنفسك قوي، وبيتك كمان هيكون فيه روح جديده، وهتبقي مستعده ان انت تقابلي اي ضيوف. انا عارفه ان التنظيف ممكن يكون مرهق، بس نصيحتي ليكي ان انت ما تضغطيش نفسك في يوم واحد. قسمي الشغل على ايام وركزي على الحاجات اللي فعلا محتاجه تنظيف، وما تحاوليش ابدا ان انت توصلي للكمال. وما تنسيش ان احنا بننظف عشان نحس بالراحه، مش عشان نتعب نفسنا زياده. والمهم هنا ان انت تحاولي تستمتعي بالتنظيف. يعني ايه؟ يعني مثلا تشغلي حاجه انت بتحبيها، اغنيه مثلا وانت بتشتغلي، تشغلي مثلا بودكاست انت بتحبيه تقعدي تسمعيه وانت بتنظفي، تعملي لك اي مشروب انت بتحبيه، قهوه، شاي بلبن وانت بتنظفي، عشان تحسي ان الحاجه بتخلص والحاجه سهله، عشان ما تحسيش ان هي عبء عليكي وتكسلي وما تعمليش حاجه. واخيرا انا حابه اسمع تجاربكم، وايه اكتر حاجه بتتعبكم في التنظيف قبل العيد؟ انا عن نفسي المطبخ ده بالنسبه لي كارثه ومصيبه، اكتر حاجه بتتعبني في التنظيف. ما تنسوش تشاركوني في التعليقات عشان نستفيد كلنا من بعض. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان نوصل مع بعض لاكبر عدد من البنات اللي لسه متجوزين جديد وبيجهزوا لاول عيد في بيتهم. يلا باي باي.